صباح الفل على كل متابعين قناة مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والأكل الصحي. طبعا حبايبي كلنا بنحب حلاوة المولد، وبتبقى منتشرة جدا جدا في مصر لما بيكون وقت مولد النبوي الشريف، فبتبقى بتتباع بكميات كبيرة وبتتباع بأسعار غالية جدا. فإحنا أنا قبل كده عملتها لك في القناة، عملت لك حلاوة المولد السمسمية والحمصية والسودانية مقرمشة، وكانت جميلة جدا جدا. فالنهاردة بقى طورنا فيها وهنعملها بطريقة أفضل وأحسن كمان كتير. إحنا هنا في أمريكا حلاوة المولد عندنا بتبقى عبارة عن وحدات بالوحدة ومتغلفة كده بالسلوفان، وبتتباع بسعر غالي جدا. فالنهاردة هنعملها مع بعض في منتهى البساطة. أول حاجة عندي 1.5 كوب السوداني ده متحمص، بس أنا بديله تسخينة كده على النار على أساس إن أنا أطلع منه الرطوبة. يا دوب تلاقيه دافي كده خلاص نحطه في الطبق ونركنه على جنب. وفي الحلة هي أخدت كوباية سكر على ربع كوباية مية، مع رشة من الفانيليا ورشة من البيكنج صودا، وهحطهم على النار وهسيبهم يغلوا غلوتين 3 كده. وبعد كده هنعمل لهم التست بتاعهم، ان احنا هنجيب في طبق، هنجيب شوية مية باردين وهنحط نقطة كده، لو لقيناها لزقت كده معانا شبكت كده خلاص، لو ما كانتش يبقى هنستنى لغاية ما تعمل كده. وبعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا وهنحط عليها ورق زبدة، وهنفضي الخليط بتاعنا وهنسيبه يجف شوية، وبعد كده هنقطعه. دي حلاوة المولد العادية الناشفة المقرمشة معانا. لكن لو عايزة تعمليها طرية زي كده بقى، على الحاجات اللي أنا قلتلك عليها دي قبل ما تطفي بدقايق بنحط 2-3 عسل نحل. العسل النحل هيخليها طرية بالشكل ده، وتقدري ان انت تشكليها اهي. بصي يعني مش هتبقى طرية جامد، لكن يعني هتبقى ان انت تقدري تشكليها لما تبقى باردة، وبرضه هتنشف وتبقى بالشكل ده. وكده بقينا عملنا الحمصية أو السودانية، عملنا السودانية في منتهى الجمال. فالنهاردة بقى بعد ما عملتها وطلع ناشفة وجميلة، لا احنا بقى هنجيب الدارك شوكولات وهنحط هنسخنه في الميكروويف او في يعني تسخنيه في حمام مائي، وهناخد بالواحدة كده بالقطعة وهنغمسها في الشوكولاتة وهنحطها على ورق الزبدة بالشكل ده. طعمها جميل جدا جدا ومحببة للكبير والصغير. وعايزة أقولك كمان حاجة، لو حبيتي تعملي بالسكر بتاع الدايت مش هيطلع معاكي كويس، مش هينفع بسكر الدايت، لازم السكر العادي. فهي يعني بتبقى ان هي مش بناكل منها كتير لمرضى السكر وكده، لكن بناخد واحدة على نفسنا بس، بنعملها طعمها جميل جدا جدا للكبير والصغير، وبتبقى محببة للجميع. بصي عملنا اللي بالشوكولاتة وعملنا السادة، الاتنين بأمانة ربنا أحلى من بعض، حاجة رائعة. وممكن طبعا ان احنا نعمل بدال السوداني نعمل الحمص بالطريقة دي، نعمل السمسم بالطريقة دي، حاجة خطيرة خطيرة رائعة في الجمال. وطبعا بتتحط في التلاجة قبل التقديم، بتتحط في التلاجة على أساس إن هي تبقى يعني ناشفة وجميلة، وبنحطها في علبة وبألف هنا. باي باي.